ولأن الحلال أجمل سأنتظر، رغم إني مش قادر أصبر وبحتضر. جولتنا النهارده في شركه كنوز للديكور والابواب المصفحه. عايزه اقول لكم ان بجد البراند ده فيه كميه حاجات مش طبيعيه. كل العرسان الجداد بقى يركزوا معايا، او مش شرط عرسان يا جماعه، اي حد بيجدد بيته، اي مكتب، اي شركه، اي مكان بيتعمل جديد لازم هتحتاجوا شركه كنوز. عايزه اقول لكم ان هم عندهم فرايتي كتير جدا من كل الحاجات اللي ممكن تتخيلوها. عايزه اقول لكم ان هم متخصصين في الديكورات والحاجات اللي بتنقل شكل البيت بجد، او المكتب او الفيلا بتاعتك، او ايا كان المكان اللي انتوا عايزين تغيروا شكله. عايزه اقول لكم ان عندهم فرايتي كتير جدا من الستاير، من الستاير الالكترونيه، الستاير العاديه، الرخام، ورق الحائط، الكلام ده كله بجد عندهم حاجات كتيره جدا وتشكيله مختلفه جدا، وكل حاجه شكلها بجد تحفه. عايزه اقول لكم كمان ان هم عندهم اكتر من 130 لون واكتر من 130 شكل للارضيات بس، فانتم متخيلين هتروحوا هناك هتلاقوا كل الاذواق اللي ممكن تتخيلوها. عايزه اقول لكم زي ما انتم شايفين كده عندهم الستاير اللي هي بالايد كده، وعندهم اللي هي بالريموت، وعندهم كمان اللي هي بالزرار. عايزه بقى اقول لكم ان التشكيله التحفه دي كلها فوم يا جماعه، ومش جبس، يعني حاجه كده شيك ونضيفه جدا، وشكلها بجد مختلف قوي وبيودي المكان في حته تانية. عايزه كمان اقول لكم ان اللي مش هيتفرج على الستوريز هيفوتوا تفاصيل كتير جدا عن المكان وشرح المكان بالتفصيل، هتلاقوها في الستوريز، هتفهموا اكتر، هتعرفوا الدنيا بتمشي ازاي هناك. وبجد الدنيا هناك سهله جدا وجميله جدا وبسيطه جدا. ندخل بقى على الابواب المصفحه. انا عايزه اقول لكم ان انا عايزه اتجوز عشان هركب باب حلو بس في الشقه يا جماعه، بجد من كتر الابواب التحفه، الماتيريال تحفه، كلها اوريجينال، وكل البادجات اللي ممكن تتخيلوها هتلاقوها هناك. يعني اي حد البادجت بتاعته قليله، وسط، عاليه جدا، هتلاقي كل اللي انت عايزه هناك في المكان. الباب ده بقى دخل قلبي كده، انا عايزه الباب ده، هو الباب ده مفيش غيره. عايزه اقول لكم ان هم عندهم ابواب داخليه وخارجيه، وعندهم ابواب اللي هي الاوض، عندهم ابواب الحمام، عندهم ابواب المكاتب، ابواب لكل حاجه ممكن تتخيلوها. يعني انتوا هتروحوا شركه كنوز كده هتقولوا لهم عايزين نعمل 1 2 3، هيقولوا لكم موجود يا فندم، واتفضل واختار واللي انت عايزه. ايا كان بقى البادجت بتاعتك قليله، وسط، عاليه، هتروح هناك هتلاقي كل حاجه انت محتاجها. عايزه اقول لكم كمان ان مع شركه كنوز انتم مش هتحملوا هم اي حاجه يا جماعه، هتروحوا وتتفقوا على اللي انتوا عايزينه، وهيجي لكم مهندس يعمل المعاينه مجانا، هياخد المقاسات ويظبط كل حاجه معاكم، وبعدين تروحوا الشركه وتحددوا ميعاد، وكمان بيبعتوا لكم ناس تركب كل حاجه هتختاروها في المكان. يعني مش هتحملوا هم اي حاجه، كل حاجه هتتعمل على اكمل وجه بشكل منظم جدا ونظيف جدا.